اليوم ضاجة ولازم اروح للمشروع، بس انا ما اعرف اسبح. خل اقوم اروح اشوف لي واحد يعرف يسبح ونروح هونيا. خل اقوم. ايه هذا رمضان اللي عندهم هواية فلوس والزناقين اكيد يعرف يسبح. خل اخذه وياه للمشروع احسن لي. رمضان شلونك؟ هلا مهند. رمضان تروح وياه للمشروع؟ انا ما اعرف اسبح. ها؟ ما تعرف تسبح؟ انا اعرف اسبح، انا وياك سابوح. بس قوم. ما طلع انت تعرف تسبح، يلا امشي. يلا امشي. مال المشروع مهند هنا نسبح. اي رمضان هنا نسبح. انزع ملابسك وجيت قدامه. هسه انا هم انزع ملابسي وجيت وراه. مهند انا حجيت بس ما اعرف اسبح. ما عليك، ذب ملابسك وجيت وانا وراك. السلام عليكم. عليكم السلام. خير شو عندكم هنا؟ والله اريد اعلم سباحه. خبر تشوف ايش قدوته؟ انت تعرف تسبح؟ لا ايه والله هسه انت حيرتني، تعرف تسبح ما تعرف. المهم اللي يريد يتعلم سباحه اكو مسابح هوايه واكو مدربين هوايه مال مسابح، تروح تودي هذا الطفل يمهم، ما يصير تجيبه للمشروع. هاي وحده. اثنين، هذا المشروع هواي اكل شباب بعمر الولد، هواي قلقوا بيه عالم، فاخذ اخوك مدري ابن عمك من صاحبك وروح على المسابح اسبحوا. هذا المشروع لا تجون عليه. اي والله هذا كله حكيك صحيح. يلا حبيبي روحوا بعد لا تجون للمشروع. والله ما ادري بيها العالم، هسه لو هذول غرقانين وجايين اهلهم ما يقولون صوت المشروع، ومع العلم هم الغلطانين الاهالي. تربية الطفل اشرف لك، اعطيك شوية من وقتك حتى لا تقعد بعدين تقول العن ابو هالزمان.